الله وبركاته. أحبائنا في الله، مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. حفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. يمكن أحيانا بنسأل أنفسنا لماذا في قلة بركة؟ يعني تعب، آلام، أمراض للأطفال، غرامات من غير أي سبب، أحيانا مثلا لا قدر الله مثلا حوادث سيارات. قد تكون لها أسباب عديدة وكلها خير من الله سبحانه وتعالى أيضا، ولكن من بين هذه الأسباب الحسد. نعم، الحسد يمحق البركة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في السورة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. معنى ذلك أن الحاسد بداخله طاقة شر. هذه الطاقة النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاي إن هو بيستعيذ بالله منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات الشريفة البسيطة إنما هي تحمي إلى جانب المعوذتين من هذه الأفة، هذا المرض في القلوب، الحسد. أيضا من الأمراض القلوب الغيبة، وللأسف هي منتشرة في مجتمعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه. نستعيذ بالله من الافتراء. أيضا من أمراض القلوب النميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة، أي قدم إليه، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعيذ بالله من هذه الأمراض التي تصيب بعض البشر. إن شاء الله بعد الفاصل. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرت. استوديو الأستاذ الدكتور عادل هندي من كلية الدعوة الإسلامية. أهلا بحضرتك. ربنا يحفظكم يا رب. كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب وبخير. يعني في أمراض بتصيب القلوب. نعم. الأديان السماوية إنما ربنا أرسلها لنا رحمة. نعم. أرسلها لنا لنعيش في سلام. يعني المسيح عيسى نقول عليه السلام. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام. نعم. الأديان إنما لنعيش في وئام وسلام، علاقات طيبة بين البشر. نعم. ولكن تشوب هذه العلاقات شوائب كثيرة بسبب أمراض القلوب. نعم. فما هي أمراض القلوب في رأي حضرتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله الذي أكرمنا فأحسن الإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، جلت قدرته وتعالت حكمته. هو عز كل ذليل، وهو قوة كل ضعيف، وهو غوث كل ملهوف، وهو ناصر كل مظلوم. قال في كتابه المجيد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ودربه إلى يوم الدين. آمين يا رب يا رب العالمين. صل على النبي وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله يا متلذذين بذكره، صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وأفصحة الظبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك، ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا.
صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أبهاك في الرسل الكرام وأطيبه. صلى الله عليه وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما اللهم بعد، آمين. فيعني أهلا ومرحبا بكم وأسعد بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، اللهم وأن آمين. يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان الكريم المبارك، آمين وأن يا رب يجعلنا فيه العالمين. من الفائزين المقبولين يا رب العالمين. مم. في الحقيقة عندما نتحدث عن القلوب وأمراض القلوب، اسمحي لي في البداية أن أقول إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر وخلق الخلق جعل لهم مقاصد من خلقهم. يعني هناك أسباب لخلق البشر. هذه الأسباب كثير من العلماء جمعها في 3 أشياء. أولا في توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا لما خلق البشر خلقهم ليعبدوه وخلقهم لوحدانيته وعبوديته. ثانيا لتزكية الأنفس، تزكية النفس البشرية التي قال عنها ربنا في كتابه وهو يقسم بها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني الإنسان ربنا أعطاه قدرة على الاختيار ما بين الخير وما بين الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس حضرتك تقصد ان احنا نستزيد من الخيرات طبعاً بداخلنا. يعني الإنسان هو اللي بإيده وبإمكانه وبطاقته، زي ما حضرتك قدمت كده وقلت إن أحيانا بيبقى في النفس البشرية طاقة شر، كذلك أيضا فيها طاقة خير. ربنا سبحانه خلق الإنسان مجبول على الخير والشر، لكن الله لما خلق البشر خلقهم على الخير. النفس هي أو الإنسان هو الذي يقود بنفسه إلى الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المقصد الثالث من مقاصد خلق البشر تعمير الأرض. ربنا سبحانه خلقنا في الأرض لنعمر الأرض لا لنخرب الأرض، ولذلك يقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول أيضا عز وجل في سورة هود هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكلمة استعمركم هنا الغالب في استخدامها يقولوا الاستعمار، مع ان كثير من الدول التي كانت تحتل الدول الاخرى هم بيقولوا المستعمر او الاستعمار. هو مش مستعمر، هو بيستخرب او بيخرب في الارض. لكن الاستعمار الحقيقي هو خلق الانسان المسلم في الحياه، يعمر الارض ويعمر القلوب كذلك قبل ان يعمر البلدان ويعمر الاوطان. فالله يقول هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. فاحنا ربنا خلقنا في الدنيا لنعبده ونزكي انفسنا ونعمل على تزكيتها وترقيتها وعلاجها من كل الامراض التي تعلق بها، كذلك ايضا تعمير هذه الارض. القلوب كما الأجساد بالضبط تمرض. يعني الجسم البشري الجسم المادي يمرض. وأنا يمكن أقول للسادة المشاهدين والمشاهدات ربنا سبحانه وتعالى كلنا عارفين أنه خلقنا يعني من حاجتين، خلقنا من طين ونفخ في هذا الطين روح من روحه سبحانه وتعالى. فالإنسان المخلوق من الطين غذاؤه لجسمه وجسده شهوة، أكل شرب خروج فسح علاقة اجتماعية مع الناس، كل دي اسمها شهوات اجتماعية جسدية. يعني الإنسان منا يتغذى بغذاء الطين نفسه حتى يكمل مسيرة الحياة، مسيرة الجسد. كذلك أيضا القلب والروح نفسها بتمرض، وغذاؤها وعلاجها بأن تعود إلى أصلها. وأصل الروح أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنها بتلجأ القلب هنا والروح والنفس بتلجأ إلى خالقها سبحانه وتعالى. فالقلب أيضا بيمرض كما الجسد تماما بتمام. لكن في الحقيقة أقول للسادة المشاهدين الجسد بيمرض ومرضه له أثر، لكن أثره محدود ينتهي بموت الإنسان. لكن مرض القلب يبدأ بموت الإنسان حيث يشقى عند الله يوم القيامة. يبدأ بموت الإنسان، نعم يعني يبدأ العقاب عليه. أحسنت، الله يفتح عليك. هو طبعا بيعاقب في الدنيا وممكن يبتلى زي ما حضرتك قدمتي وقلت، ممكن يفقد البركة في الولد والبركة في الزوجة والبركة في المال، وممكن يحصل له حوادث إلى آخر ذلك. قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن الأخطر أنه يبدأ العقوبة على مرض القلب يوم القيامة عند الله حيث يشقى الإنسان إلى أبد الآبدين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافينا جميعا، نسأل الله العفو والعافية لكل المشاهدين بإذن الله يا رب. فالقلب إذن له عدة أمراض بتعتريه، وعلى الإنسان العاقل أن يبحث عن أسباب هذه الأمراض ويبحث عن علاجها. يعني مثلا على سبيل المثال كثير من الناس بيمتلئ قلبه حسد على الآخرين. يعني يقول إشمعنا، وده على فكرة مشكلة ومصيبة كبيرة جدا. إن الإنسان الفقير أو الإنسان المريض أو الإنسان اللي ليس عنده منصب أو جاه أو سلطان أو الإنسان اللي عايش في الدنيا بيستهتر به الناس مثلا، هو بيرى في نفسه أنه قليل، أنه دون الناس، فممكن يخاطب ربنا كده وهو لا يدري، يقول له اشمعنا أنا. ودي مصيبة كبيرة قوي. ده حضرتك يعني ما يزيد على الحسد ده سخط. طبعا. يعني الإنسان لما يجي يقول لربنا يا رب اشمعنا فلان عطيته وأنا لا. طبعا هنا في جريمتين، جريمة الحسد للآخر وتمني زوال النعمة عنه، وفي نفس الوقت جريمة الاعتراض على قضاء الله وقدره. ربنا سبحانه وتعالى لما أعطانا بقدر،
إن كل شيء خلقناه بقدر. أعطاك فلوس بقدر معين، أعطاك صحة بقدر معين، أعطاك أولاد بقدر معين لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا بيقول في القرآن إيه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبلطفه وبخبرته سبحانه وتعالى يعطي، وكذلك أيضا يمنع. طيب. فعطاؤه رحمة ومنعه أيضا رحمة. أحيانا الإنسان بيكون مش بس الفقير هو اللي يعني بيكون عنده طاقة الحسد أو هذه الطاقة. أحيانا بيكون الإنسان عنده أشياء كثيرة ولكن يحسد في مجال معين ينقصه هو. نعم ده صحيح، وبدون أن يشعر، يعني هو لا يشعر أنه بداخله شر، هو يتمنى هذا. وهذه الطاقة من الشر هل هو بيدركها أم لا؟ عشان ان هو يحمي البشر من حوله. نعم. هو انا عاوز اقول لحضرتك ان كثير من الناس زي ما حضرتك بتقولي كده ممكن يبقى ثري جدا وعنده فلوس كتير، بس شايف واحد مثلا من الفلاحين ولا واحد من الناس العاديه العوام عنده طاقه جسد معينه وصحه، فيحسده على صحته. يعني مش شرط يكون الحسد على المال، ممكن يبقى الحسد على العلم احيانا، ممكن يبقى الحسد على الولد الصالح، ممكن يبقى الحسد على التميز والتفوق والنجاح، مش شرط يبقى الحسد على المال، على الجمال. نعم على الجمال وهكذا. فالإنسان مثلا اللي بيبتلى بهذا أحد شيئين، إما إنه هو يكون عارف أو غير لا يعرف، يعني إما أن يكون بيدري أنه بيحسد الناس أو لا يدري. فإذا كان لا يدري أنه يحسد الناس وهو لا يعلم، على الآخرين أن ينصحوه. الإنسان بينصح أخوه المسلم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنصيحة. أيوة أنصحه. طب ما هو حضرتك ده فيها أذى له. لا، ما أنا من غير ما أقول له دي ينهانا إن إحنا نأذي. هقول لحضرتك إزاي. يعني مثلا افترض إن أنا جالس أنا واحد زميل معايا في البيت أو في مشوار بره، وبعدين حسيت إن هو عينه يعني بتميل إلى الأشياء دون أن يقول، ودي نقطة مهمة جدا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا وجد أحدكم في عينه شيئا فليقل سبحان الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنها تكسر حاجز العين. يعني حسد العين بتكسرها مثل هذه الكلمات، كما ذكرت في الحديث اللهم إني أعوذ بك من كل عين لامة وشيطان وهامة. فالمهم إن أنا ممكن أقول له إيه؟ بسم الله ما شاء الله، شوف فلان عنده كذا، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل. أعلمه وأدربه حتى يفهم ويحفظ هذا. وعلى فكرة الآباء والأمهات عليهم مسؤولية تربية الأبناء والبنات بهذا الشكل. أنا لما بنتي الصغيرة ولا ابني الصغير ينظر يقول ده فلانة جميلة يا ماما مثلا، تجاوب امها ترد عليها تقول لها ما شاء الله، فتعلم بنتها وتعلم ابنها الصغير، وهكذا اعلم اصحابي واصدقائي. في ناس حضرتك برضه بتقول صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. جميل. هي الفكره ان انا بذكر الله سبحانه وتعالى واصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف ان انا اكسر حسد العين. الشق الثاني لو الانسان يعلم، هو زي ما ذكرت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الانسان لو راى في نفسه الحسد ما عليه إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أيضا أن يستكثر من المعوذتين، وكذلك أيضا أن يقول بسم الله ما شاء الله. قال الله تعالى في كتابه في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لا مال ولا صحة ولا علم ولا نجاح ولا شهرة ولا تميز ولا منصب إلا بالله. يعني القوة، كل هذه القوة من عند الله سبحانه وتعالى. ويمكن هذه الآية الصغيرة لو كانت قيلت نعم لكانت جنته كان ولكن هو نسي أو أنساه الله سبحانه وتعالى. أو نسي أنساه الشيطان. فالإنسان دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنا أجعل دايما لساني يستذكر ربنا سبحانه وتعالى ويستحضر عظمة الله عز وجل. وأنا أحب أن أشير في فكرة الحسد نقطة مهمة جدا. في الحديث اللي رواه الإمام ابن ماجه في السنن، يعني في عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا. يعني أنا مثلا أنا فاقد الصحة ولا فاقد المال، مثلا عندي 1000 جنيه، طب ما أنا ليه ببص للي هو عنده مليون؟ ما أنا ممكن أنظر للي عنده 100 جنيه أو اللي مديون أو اللي ما عندوش. أنا مثلا ربنا أكرمني بالصحة، طب ما أنا أنظر للي عنده مرض يعني سبحان الله. أنا كما أتأمل في نفسي أنا شخصيا وأقول للسادة المشاهدين، يعني آخر مرة خدت جرعة كيماوي إمتى؟ ما حصلش. مثلا كتير من الناس السادة المشاهدين، وربنا يعافي كل مريض يا رب، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب. يعني آخر مرة غسلت كلى إمتى؟ إحنا ليه ما بنقدرش نعم ربنا علينا إلا من نفقدها؟ قالوا ولا يشعر بالنعمة إلا فاقدها، فلا يشعر بنعمة الصحة إلا المريض، ولا يشعر بنعمة الهداية إلا صاحب الضلال، ولا يشعر بنعمة الحق إلا صاحب الباطل، ولا يشعر بنعمة المال إلا الفقير. يبقى إحنا هنا ليه ما بننتظرش؟ لابد ننتظر. طب أنا أقول لحضرتك على حاجة أخطر. حكيم الصين كونفوشيوس، ده راجل كان مشهور عنده كثير من الحكم. جاءه الناس يشكون إليه متاعبهم، كل واحد جاي يقول له أنا عندي مشاكل وعندي متاعب وعندي كذا وكذا. فقال لهم طيب كل واحد فيكم يكتب مشاكله في ورقة ونحطها في الصندوق ده. فبقى الناس تيجي عليه وكل واحد يكتب متاعبه ومشاكله وهمومه وآلامه وأحزانه ويضعها في الصندوق.
فقال تعالوا في الغد وكل يختار ما يشاء، يعني كل واحد يختار له ورقه آه. من المتاعب اللي موجوده في الصندوق ده ويختار اللي هو عاوزه. فالناس تاتي الى الصندوق تاني يوم، فيدخل اول واحد يفتح الورق، يطلع كده ورقه من الصندوق يلاقي فيها متاعب شديده قوي، يقوم جاي سايبها. يشيل ورقه تانية يقوم جاي سايبها، مش عاجبه ولا ورقه من المتاعب. فبعدين فبيقول له الحكيم، حكيم الصندوق بيقول له ما الخبر؟ الا تختار لك ورقه؟ قال اريد ورقتي انا. انا عاوز متاعبي انا، نصيبي افضل. زي اللي عندنا كده في البلد بيقولوا ايه في الريف، يقولوا يعني اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. نعم. هو انا ليه لا منظورش للناس في اقل الدرجات، لكن في الدين ابحث عن معالي الامور. يعني في الدنيا، في المال، في الى اخره، انظر الى من هو اسفل مني، وانظر كم نعم، وارضى بما قدر الله عز وجل لي. ولذلك يعني اذا اراد الانسان ان يكون غنيا في الدنيا فليرضى بما قسم الله له. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وإن واهم الغنى غنى شكرتم النفس. وإن شكرتم لأزيدنكم. نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم فعلا. نعم، نسأل الله أن يزيدنا يا رب من الخير. اللهم امين. طيب حضرتك في بعض مثلا بنجد على البيوت مكتوب الآية الكريمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. دي ممكن برضو تحمي قليلا من الحسد. نعم. طيب حضرتك بنشوف برضو على النت في الرقية الشرعية. جميل. بأصوات مثلا المشايخ مشايخ حتى من المملكة العربية السعودية تمام. وغيرهم. حضرتك دي مثلا لو احنا يعني شغالة في البيت مثلا على جهاز كاسيت أو على صب أو حاجة. طيب هو أنا عاوز أقول إن الرقية الشرعية هي أحد الوسائل التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الشيطان، الاستعاذة من السحر، الاستعاذة من الحسد، الاستعاذة من الأمراض. الإنسان بيرقي نفسه حتى لو كان صحيح البدن، يعني مش شرط الإنسان يرقي نفسه وهو مصاب، لكن ممكن أنا أرقي، لأن الرقية على نوعين، إما الرقية للوقاية وإما الرقية للعلاج. يعني انا اقي نفسي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرتيه حضرتك كان يعوذ الحسن والحسين، كان يعوذهما دائما بالمعوذتين، وكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم دائما اللهم اني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اجد واحاذر. والساده المشاهدين الكرام، انا بنصح حضراتكم ان الرقيه الشرعيه افضل ما تكون من الانسان نفسه. يعني انا نفسي صاحب الحاجه وصاحب قلبي مليء بالاخلاص وبالاضطراب وبالقلق، ولاجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أفر إليه سبحانه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فألجأ إليه عز وجل وألقي نفسي. وأنا بقول للسادة المشاهدين لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني أقرأ بنفسي بدلا من أن أسمع هذه الرقية. في هذا. نعم. هو الوسيلة الأولى إن الإنسان نفسه بيعمل الرقية لنفسه، والأمر الثاني هي مسألة إن أنا ممكن أشغل الرقية الشرعية في البيت لعصمة البيت وعصمة الأولاد والحفاظ على البيت، وفي وسائل أخرى أذكرها بعد قليل إن شاء الله. لكن أنا أذكر بأن الإنسان هو أكثر الناس حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن حاجتي إلى الله بلجأ إليه وأنا مضطرب وأنا قلق، وبقول يا رب وألجأ إليه. والإنسان دائما في وقت الاضطراب بحاجة إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا في القرآن الكريم يقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأنا بتعجب في هذه الآية دي طبعا وردت في وسط آيات الصيام، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وشهر الصيام يا رب. اللهم آمين يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل الأسئلة الواردة في القرآن الكريم لرسول الله فيها كلمة فقل. يعني مثلا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها، أنت يا محمد الواسطة بيننا وبينهم في الإجابة على هذه التساؤلات. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. لكن إلا سؤال واحد ليس فيه قل وليس فيه واسطة، هو سؤال ربنا سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مفيش فقل إني قريب، مفيش واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الرقية الشرعية الثابت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أرجح الروايات قراءة سورة الفاتحة، قراءة أول سورة البقرة أول 5 آيات، ثم آية الكرسي، ولو كانت الرقية من السحر أقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر الآية، وأقرأ ختام سورة البقرة وأقرأ أيضا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات لكل واحدة منهن، المعوذتين. نعم. ثم هناك بقى أدعية من الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلش نكررها مرة أخرى. حاضر. أوائل مرة أخرى الفاتحة. سورة الفاتحة، أول سورة البقرة 5 آيات الأولى لقوله تعالى أولئك هم المفلحون، ثم لو كانت الرقية من السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم من سورة البقرة أيضا، ثم آية الكرسي،
ثم ختام سورة البقرة من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، آخر 3 آخر آيات صفحة تقريبا يعني. آخر 3 آيات. ثم أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، قل هو الفلق الله 3 أحد. مرات، سورة الناس 3 مرات. نعم. ثم هناك أدعية منها بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. لو أنا اللي برقي إنسان، لو أنا برقي نفسي بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين ولامة وشيطان وهم 3 مرات. ثم أقول الدعاء المشهور في الشفاء والعافية والطهارة، اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو سقما 3 مرات. وأيضا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يعني وسلم ده أمر وبارك بسيط على جدا في سيدنا مسألة محمد. الرقية من الحسد والسحر يعني احنا والخلاف. بنقول للساده المشاهدين لو جزئيه فاتتكم ممكن تقدروا تتابعوها على اليوتيوب في حلقه دين الحياه. نعم. باسم فضيله الشيخ الله غدا ان يحفظك. شاء الله، ابتداء من غدا ان شاء الله. إن شاء الله. طب حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لنا ايه؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اسفه، حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. هل احيانا ان احنا الكتمان ده ممكن بيقينا قليلا من امر ما، يعني من الحسد؟ نعم. هو جميل جدا ان الانسان وهو بيعمل اي عمل صالح، لا سيما اذا كان عملا خاصا بفرده، يعني خاصا بذاته وليس خاصا بالمجتمع، ان يكون في خاصه نفسه، يعني بيعملوا لنفسه وبيعملوا لاسرته والاهل بيته حتى لا ينظر اليه الاخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وصححه كثير من العلماء والمحققين فيه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل صاحب نعمه محسود. محسود. نعم. يعني كل انسان صاحب نعمه، عنده ولد، عنده كذا، عنده كذا، الامور اللي هي الخاصه التي يمكن ان اكتمها وليس للناس حاجه خاصه بهم، يبقى انا علي ان انا اكتم هذا الامر. يعني من كثير من المشاريع التجاريه، من كثير من الامور الخاصه بحياتي واسرتي واولادي واهل بيتي، لكن الامور العامه التي يراها الناس صعب ان انا اكتمها. ولذلك هنجد فيه فرق بقى، او لما نيجي نضع هذا الحديث امام هذه الايه، قال تعالى واما بنعمه ربك ايه؟ فحدث. طب والحديث الاخر ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني انا راجل مثلا استطيع ان انا البس لبس جميل، لما لا يلبس الانسان لبس جميل؟ ولا اقول بقى عشان كتمان بقى والناس ما تقولش عليها شكلي حلو البس مقطع؟ مش معقوله. لكن هناك في توازن في التعامل ما بين خاصه النفس والاشياء الخاصه بي وبين ما اتعامل به مع الناس. هناك توازن في حياه المسلم. حضرتك ذكرت اما بنعمه ربك فحدث. نعم. هل المقصود بهذه الايه ان احنا نحدث، ان احنا نجعلها احدث، ان احنا نستخدمها في طاعه الله ونستعملها في طاعه الله؟ نعم. هو المقصود بالايه هنا ان الانسان اذا رزقه الله بنعمه من النعم التي يحب ان ينصح بها الاخرين يحدث بها. يعني مثلا انا بقول انا استطعت ان انا ادخل مشروع تجاري يا جماعه، واستطاع ان احنا نحقق ربح ومكسب، فانا ادعوكم الى مثل هذا الخير. او انا مثلا وجدت مسجد في رمضان بيصلي صلاه التراويح والناس بتخشع في الصلاه، فادل الناس على الخير. ده اسمه اما بنعمه ربك فحدث. يعني ما رزقني الله به مما يمكن ان احدث الناس به احدثهم بذلك. لكن مش معنى ان ربنا لو رزقني مثلا قيام الليل في وقت السر كده وفي وقت الخلوه مع الله عز وجل، اروح اقول للناس انا بصلي قيام الليل بالليل، ده يبقى اسمه رياء، وده مرض من امراض القلوب. ولذلك في الحديث أول ما يقضى يوم القيامة على 3 نفر، يعني أول 3 يتحاسبوا يوم القيامة 3. حتى لو كان يعني لا يقصد به التفاخر، مثلا لو كان بيتكلم يحذر لأن النفس تجد الشيطان بيلعب في النفس ويجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. يعني أنا مثلا لما أجي أقول للناس إيه أنا صليت امبارح 2 ركعتين قيام بالليل وكنت خاشع قوي فيهم وبكيت قوي على فكرة الحمد لله. طب ما هو ممكن يكون بيشجع. لا، التشجيع يكون بصورة عامة ما يتكلمش عن نفسه. يعني مثلا اقول ايه وقيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل شرف لكل مؤمن، قيام الليل يرفع درجتك، قيام الليل يشعرك بالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى بتكلم بصوره عامه مش بتكلم على خاصه نفسي، حتى اذهب عن نفسي الغرور. لذلك ربنا في القران بيقول ايه والكلم والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعه يعني ايه؟ يعني ربنا بيرفع اثره من قلب الانسان فلا يحدث به نفسه ولا يحدث به الاخرين، عشان ربنا يقبله عنده سبحانه وتعالى. قبل ما انسى الحديث عشان موضوع مرض الرياء، 3 أشياء. اول ما يقضى يوم القيامه على 3 نفر. 1 قارئ للقران. تخيل حضرتك لما الاصل لما نيجي نتكلم عن العقوبه او ال3 اللي يتحاسبوا الاول في يوم القيامه، ممكن نقول الزاني، قاطع الرحم، او العاق لابويه مثلا، لكن ربنا يقول قارئ ومجاهد وعالم. اول 3 هيتحاسبوا يوم القيامه، قارئ ومجاهد وعالم، وفي روايه ومتصدق. فيؤتى بالقارئ اللي هو قارئ القران الكريم ويقال له كنت تقرا القران؟ يقول نعم كنت اقرا من اجلك يا رب. يقال له لا،
وإنما كنت تقرأ من أجل أن يقال قارئ. شوف الرياء بقى، كان عنده مرض خفي في قلبه، ولذلك يجب أن نعالج أنفسنا من هذا المرض. فيأتي يعني كأنه بيتلذذ بقراءة القرآن أمام الناس، ويصيبه الغرور ويصيبه الكبر ويصيبه الرياء. أنا فخور قدام الناس إن أنا بقيت مشهور وأنا كذا وكذا، طبعا القارئ وغيره. فيؤتى يوم القيامة فيقال له وقد قيل، يعني أنت خدت ثوابك في الدنيا وقد قيل عنك قارئ، ثم يطرح به في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك العالم به في نار جهنم، في نار جهنم، رغم انه قارئ للقرآن. وقدمنا الى ما هذه الحروف بحسناتها. هقول لحضرتك ليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الانسان اللي بيتصدق عشان يقال متصدق، الرجل اعمال بيعمل مشاريع خير كتير جدا بهدف ان الناس تقول عليه ده رجل اعمال مجتهد، ده رجل اعمال كذا، ده احنا عاوزين نرفعه في مكانه كذا الى اخره. عالم بيبث العلم امام الناس عشان يقال عليه عالم. انا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انا بقول دايما للناس ايه؟ ارضاء الناس غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه لا تترك. فاحرص على ما لا يترك ولا تبكي على فوات ما لا يدرك. اقول تاني، الانسان منا يبحث عن رضا الناس. ارضاء كل الناس غايه لا تدرك، مستحيل كل الناس يرضوا عنك. وارضاء الله غايه لا تترك. نعم، يعني لا يترك الانسان، يبحث عنها باستمرار. وعجلت اليك ربي لترضى. ده شعار الانسان المؤمن في حياته مع ربنا سبحانه وتعالى. فالقارئ والمجاهد والعالم كل هؤلاء اصابهم الرياء الا من رحم ربي سبحانه وتعالى، نسال الله العفو والعافيه. فاصابهم الرياء فاستحقوا العقوبه عند الله سبحانه وتعالى. وصدق الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يشترط واحد نعمل اي عمل دائما نستحضر النيه لله سبحانه وتعالى. احنا جالسين جلستنا دي بنقول يا رب بنحسب هذا الوقت عندك في ميزان الحسنات يا رب، اغفر لنا وسامحنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا. لان الناس ممكن يمجدوا الانسان، ممكن يرفعوا قدره، لكن الناس ما تعرفش عنه ما هو بينه وبين الله. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والمقوله دي مهمه جدا وجميله، واتمنى الساده المشاهدين يبقوا يكتبوها ان شاء الله ويراجعوها مع نفسهم. يقول ابن مسعود اذا اردت ان تجد قلبك، لو انا عاوز الاقي قلبي، ولذلك قلب سليم بدون امراض. قلب سليم طبعا. لان طبعا لو اتكلمنا على انواع القلوب في القران انا جمعت يمكن 20 نوع من انواع القلوب في القران، اكثر من 20 نوع. المهم الكلام بيقول ايه؟ اذا اردت ان تجد قلبك فابحث عنه في 3 مواطن. عاوزه تلاقي قلبك، عاوز تعثر على قلبك الحقيقي، القلب الحي، القلب المتيقظ، القلب القريب من الله سبحانه وتعالى، في 3 حاجات. 1 عند سماع القرآن. يعني أنا أخشع لما أسمع القرآن، أسمع قارئ بيقرأ مثلا، بيقرأ زي ما سيدنا عمر بن الخطاب سمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر خليفة المسلمين، أعدل أهل الأرض بعد رسول الله وأبي بكر، تأثر وغشي عليه. يعني ما وقع على الأرض، فحمله الناس وذهبوا به إلى بيته يعودونه يظنونه مريضا وما هو بمريض. لكن وجد قلبه وعرف إن هو يقف بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك سيدنا أبو بكر كان يقول إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. يبقى أول حاجة عند سماع القرآن، يبكي الإنسان لما يسمع القرآن ويخشى عند سماع القرآن. 2 في مجالس الذكر، وإحنا قاعدين في جلسة علم، جلسة ذكر بندرس دروس العلم ودروس الحق، فالإنسان يستحضر كده عظمة ربنا، يجد قلبه يرق، يعالج نفسه من أمراض ممكن معينة. المشاهدين دلوقتي يكونوا في مجلس علم لأن هم بيتلقوا علم على يد احنا مثلا بالمناسبة تصحيحا بس لفهم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ما أنا أقول لحضرتك بقى بيت من بيوت الله هنا إيه بقى؟ طب احنا عايزين نتكلم كثيرا في هذا الموضوع. طيب. يعني هو مهم جدا ان انا عاوز اقول لحضرتك كلمه بيت الله، لان بعض الناس بيفهم او يتصور بيت الله اللي هو المسجد بس. لا، كل مكان يذكر فيه اسم الله هو بيت من بيوت الله. فما يطاع الله في مكان الا وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يعني الاستوديو ده بيت من بيوت الله، المسجد بيت من بيوت الله، اسرتي وفي بيتي وفي شقتي بيت من بيوت الله لو كان مكانا لذكر الله سبحانه وتعالى. عظيم. جميل. تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتنزل علينا الملائكه ويذكرنا الله في الملأ الاعلى عنده. اي مكان نصلي فيه هو بيت من بيوت الله، ممكن ونعبد الله فيه ونذكر الله فيه، فهو مجلس علم ومجلس ذكر. تمام. فيقول ابن مسعود فإن أردت أن تجد قلبك فابحث عنه في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي مواطن الخلوة. الخلوة دي يعني إيه بقى؟ الخلوة يعني المواطن والأزمنة اللي ممكن تخلو فيها بينك وبين الله، لا سيما وقت السحر. بعد منتصف الليل كده الإنسان يقوم كده، أو قبل صلاة الفجر الإنسان يقوم يصلي 2 لله. واحدة صاحبة هم عندها مشكلة، أولادها، زوجها تعبها، أو العكس، الإنسان يقوم كده عاوز شغل، عاوز وظيفة، عاوز صحة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لنا إلا الله، لا ملجأ لنا من الله إلا إليه. شوف كل الناس نخاف منهم فنفر منهم إلى غيرهم إلا الله سبحانه وتعالى الخالق.
نفر منه إليه. إليه. قال الله تعالى ففروا إلى الله. الأصل يقول ففروا من الله، لكن يقول ففروا إلى الله. ربنا يفتح لك الباب. أنا أستحضر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو بيذكرنا بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل على عباده في كل ليلة، يتنزل بتنزل يليق بجماله وكماله سبحانه، ليس كمثله شيء. في وقت السحر يتنزل إلى السماء الدنيا وينادي. تخيل حضرتك كده ربنا بينادي على الناس والناس نايمة والناس لاهية والناس بتلعب في الدنيا والناس مشغولة بالدنيا أو نايمين أو نايمين. فشوف تمام. حضرتك بقى، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ فيتنزل رب العباد فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أنا أتعجب دائما وأبدا. الأصل إن العبد هو اللي بيلجأ إلى السيد، لكن في الموقف ده السيد هو الذي يتودد لا إلى إله عبيده. إلا الله. يعني السيد الله سبحانه وتعالى بجلاله وقدرته بيتنزل على عباده وينادي هل من سائل، هو اللي بيتودد للناس سبحانه وتعالى. سبحان هل من الله سائل العظيم. فأعطيه، هل من مستغفر المثل فأغفر له، الأعلى. هل من تائب فأتوب عليه. وما أجمل بقى الأيام، بقى أيام شعبان، إحنا في شعبان الخير ورمضان البركة، نقبل على الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول بقى حاجة بيعقب بها في الكلام اللي أنا بقوله: إذا أردت أن تجد قلبك فابحث عنه في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي مواطن الخلوة. بيقول إيه بقى؟ فإن لم تجد قلبك، يعني واحد ما لقاش قلبه وهو بيسمع قرآن، يعني ما لقاش الخشوع، ما فيش، ما عندوش الروح والمعنى. فيقول إيه؟ فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنك بغير قلب. مصيبة كبيرة جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب ده مش مضغة اللحم اللي موجودة في الجزء الأيسر من الصدر، لا، القلب ده هو المعنى والروح اللي الإنسان بيعيش بها في الدنيا. ما في ناس أجسامها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، جسمه جميل وكبير وعظيم والناس بتخاف منه في الدنيا، لكن هو عند الله لا يساوي جناح بعوضة حتى. هنشوف من ضمن الأمراض اللي بيتصاب بها القلوب بمرض الكبر. نعم. إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. استغفر الله. نحب حضراتكم ونجدد الترحاب بفضيلة الشيخ عادل هندي، الدكتور بكلية الدعوة جامعة الأزهر. الله يحفظك، ربنا يحفظك. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أمراض القلوب وبالتحديد مرض الحسد، وذكرنا كيف الوقاية منه، سواء كنا نشعر نحن أنفسنا أن بداخلنا حسد نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو الرقية كيف نحن نرقي أنفسنا من حسد الآخرين. نعم. وهذا أول مرة تحدثنا عنه. نعم. طيب حضرتك أيضا في هناك من أمراض القلوب الكبر. الكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان بالتأكيد فضيلتك بداخله ولو ذرة. يعني المنصب قد يجد يعني يولد بداخل الإنسان قدر قليل من الاعتزاز يوصله إلى الكبر، أو الجمال، أو المال، الصحة، القوة. يعني حضرتك في فتن كثيرة. صحيح. طب يعني كيف سيكون الحساب؟ الله يفتح عليك. هو يعني برضك احنا تكملة لحديثنا حول أمراض القلوب، موضوع الكبر يجب أن نتوقف أولا عن موضوع كلمة ذرة. أنا دايما تستوقفني هذه الكلمة ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مستحيل ينسب إلى الله الظلم، مستحيل على الإطلاق أن ينسب إلى الله الظلم، فهو العدل سبحانه وتعالى. الذرة ربنا بيحاسب بيها، قد تدخل هذه الذرة الجنة وقد تدخل النار. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل النار. ولذلك ربنا بيقول في سورة الزلزلة إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني طبعا التقدير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني لو كان بيعمل خير يره خيرا، تمام. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني يره شرا، تمام. فالله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون للأسف الشديد. طيب حضرتك مش بيقولوا من قال لا إله إلا الله داخل الجنة؟ جميل. طيب كيف بقى؟ هنعالج بقى المسألة دي إزاي؟ إن احنا نقول والله أي كبر يمكن، أو أي تصور عن الكبر يمكن أن يطلق عليه كبر. هل كل إحساس بالنعمة يعد كبر؟ يعني مثلا واحد حاسس بنعمة ربنا عليه بالجمال، واحد حاسس بنعمة ربنا عليه بالمنصب، واحد حاسس بنعمة ربنا عليه بأن ربنا أعطاه صحة وجسم قوي، واحدة زوجة مثلا حاسة بنعمة ربنا عليه أن ربنا أعطاها زوج طيب أو زوج صالح، أو العكس بالنسبة للزوج. يعني هل الإحساس بالنعمة يعد كبر؟ لا طبعا. تعالوا نشوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر الصديق دخل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر من أن الناس أو الإنسان يلبس ملبس طويل ليتفاخر به على الناس.
ليتفاخر به على الناس كصورة من صور الكبر، وده كان فعل كثير من المشركين وكثير من الكفار. فسيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. يعني هو أنا عشان أعالج نفسي من الكبر ألبس لبس مقطع؟ ما ينفعش. إن الرجل يحب أن يكون لبسه حسنا أو ملبسه حسنا، يعني أناقة. يحب بلغة العصر اللي هو الذوق. وطبعا أنا يعني يمكن أقترح حضراتكم فيما بعد ممكن تعملوا حلقة عن الذوق في الإسلام، الذوق اللي هو فن الاتيكيت في الإسلام. نعم. إن ربنا والإسلام العظيم علمنا إن يبقى الإنسان عنده ذوق في لبسه وفي كلامه وفي أكله وشربه وفي استقباله للضيوف وفي العلاقات الاجتماعية والإنسانية. الخلق كله من الحسن الخلق. مهم طبعا. نعم. فسيدنا أبو بكر بيقول للنبي الكلام ده، النبي قال له: لا يا أبا بكر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. هنشرح بقى النقطتين دول عشان نعرف يعني ايه الكبر. تمام. بطر الحق يعني الإنسان يعرض عليه الحق فيتكبر فلا يقبله. يعني مثلا يتقال له هذا هو الحق، يقول: لا، أنا مؤمن بأن ده هو الحق اللي أنا فيه، مع أن الحق واضح والدليل موجود من القرآن والسنة وموجود بالعرف أمام الناس إن أنت ظلمت فلان. هو لا، هو مصر على أن هو الباطل اللي هو بيملكه هو الحق. بطر الحق. وغمط الناس يعني بيحتقر الخلق، شايف الناس كلها أقل منه. يعني هو في منصب شايف الناس كلها ولا تساوي شيء، هو عنده فلوس شايف الناس كلها الفقراء ولا لهم أي لازمة مثلا. لا حول ولا قوة إلا اللي هو بالله. احتقار الخلق واحتقار الناس، ونسي أن صاحب النعمة هو الله. يعني التعالي مع الأسف. نعم. فضيلتك احنا يعني داهمنا الوقت ومضطرين ان احنا ننهي البرنامج. انتهى وقت البرنامج. احنا عايزين حلقات وحلقات وحلقات. ان شاء الله باذن الله لنا لقاء اخر مع حضرتك. ربنا يحفظك يا رب، ونسال الله ان يعافينا واياكم جميعا والساده المشاهدين يا رب من امراض القلوب جميعا يا رب. وننصح انفسنا والساده المشاهدين نعالج انفسنا من كل الامراض، لان علاج المرض النهارده سهل، يوم القيامه عند ربنا هيبقى صعب جدا وشديد. نسال الله العفو والعافيه. نلحق نعالج. نعم. في الدنيا. والحمد لله ايام الخير والمناسبات موجوده يعني. ان شاء الله ان شاء الله، وخاصه شهر شعبان بترفع فيه الاعمال. بنشكر حضرتك، بنشكر فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عادل هندي بكليه الدعوه جامعه الازهر. وبنشكركم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.